بجد انا مش فاهم ادارة الاهلي بتشتغل ازاي. اخيرا تم الاعلان عن هوية المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، مدرب محدش يسمع عنه في طبق اليوم، ومدرسة جديدة الاهلي بيبدأ معاها رحلة احترافية، المدرسة الدنماركية. واضح كده ان الاهلي شكله كده عاوز يدخل على التجربة الدنماركية ويعمل تجربة جديدة ليه مع مدير فني مسيرته كلاعب وكمدرب زيرو. توماس بيرج، مدرب اول مرة نسمع عنه، كان بيدرب امام عاشور في فريق ميتلاند. طبعا يعني مش عارفين المدرب ده ايه نظامه، يعني حتى ما نيجي نبص على السيرة الذاتية بتاعته او السي في بتاعه في مجال التدريب، المدرب ما عملش اي حاجة، مفيش اي انجاز ليه، حتى ما كانش لاعب في منتخب الدنمارك، اي لاعب فترة في منتخب الدنمارك للناشئين، فترة قليلة جدا وما كانتش فترة رسمية كمان. لكن يفضل السؤال المهم هنا، الكابتن محمود الخطيب عاوز ايه في المرحلة اللي جاية؟ ده احنا واضح كده ان احنا هنشوف صورة باهتة للاهلي في المرحلة اللي جاية، هتكون صورة بشعة جدا. اللي عدى على الاهلي مع بعض المدربين الضعاف زي خوان كارلوس جاريدو وانطونيو اوليفيرا، وحتى بعض المدربين زي يعني ريكاردو سواريش، مش هيجي حاجة قصاد تجربة الاهلي الدنماركية. ربنا يستر على النادي الاهلي في المرحلة اللي جاية، وبجد الواحد عاوز يفهم إدارة الاهلي عاوزة ايه بالظبط.